أسطورتنا النهاردة ملقب من جماهير الأهلي بأسرع ديليفري في مصر، وهو ملك الحلول علي معلول اللي اتولد أول يناير سنة 1990 في صفاقس بتونس، ومركز لعبه ظهير أيسر بدرجة صانع ألعاب. بدأ مسيرته الكروية مع نادي الصفاقس التونسي سنة 2009 لغاية لما بقى كابتن الفريق في 2014، واستمر مع الصفاقس التونسي لحد لما انضم للنادي الأهلي يوم 25 يوليو 2016، ورقم قميصه مع النادي الأهلي 21. تعالوا نعرف مع بعض بطولات معلول ملك الزغلول مع النادي الرياضي الصفاقسي، الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2012-2013، وكمان كأس الكونفدرالية الأفريقية 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس 2009، وكمان كان هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2015-2016 برصيد 14 هدف، مسجلا رقما قياسيا لأكثر مدافع مسجلا للأهداف. أما عن إنجازاته مع النادي الأهلي واللي لسه مستمرة إن شاء الله، الدوري المصري 4 مرات موسم 2016-2017 2017-2018 وموسم 2018-2019 وموسم 2019-2020، وكاس مصر مرتين موسم 2016-2017 وموسم 2019-2020، وكاس السوبر المصري 3 مرات موسم 2017-2018 2018-2019 وموسم 2020-2021، ودوري أبطال أفريقيا مرتين موسم 2019-2020 2020-2021، وكاس السوبر الأفريقي مرتين مايو 2021 وديسمبر 2021، وكاس العالم للأندية المركز الثالث مرتين 2020-2021، وحصل على أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019. أما عن مشوار معلول مع المنتخب التونسي، أول مباراة ليه كانت مع المنتخب التونسي الأولمبي في 2011، وشارك مع المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين في 2015 و2017، وكمان في بطولة كأس العالم مرتين في نسخة 2018 ونسخة 2022 اللي أقيمت في قطر، واللي لعب فيها علي معلول مباراة أكتر من رائعة وسجلت في التاريخ ما بين منتخب تونس ومنتخب فرنسا اللي فاز فيها المنتخب التونسي. آخر حاجة هقولها لصاحب الزغلول ملك الحلول، جمهور الأهلي بيحبك بالزاف.